عليكم ورحمة الله. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. سؤال في العيادة، سؤال المتكرر اللي كل يوم بيجي في العيادة: الحرارة عالية جدا ما بتنزلش، الحرارة بقالها يومين ثلاثة، غيرنا العلاج وغيرنا الدكتور وغيرنا الطفل وغيرنا كل حاجة والحرارة ما بتنزلش. اي حرارة بيصاب بيها الطفل سواء فيروسيه او بكتيريه او مرضيه بتاخد من 3 ايام ل 5 ايام عشان تنتهي. امتى تقلق كأب او ام ان ابنك الحراره فيها مشكله وانك تغير الدكتور وتغير العلاج وتغير كل حاجه؟ لما تكون الحراره عدت 5 ايام ومش مستجيبه لاي حاجه. لكن مش معنى ان انا بدي العلاج والحراره بترجع تاني ان معنى كده ان الطفل لسه محتاج حاجه اضافيه او محتاج ان احنا نغير العلاج او محتاج ان احنا نعمل حاجه. المتابعه مهمه جدا في الحالات زي كده، لكن مفيش اجراء اللي هي بلان بي او الخطه رقم 2 في حالات الحراره الا بعد اليوم الخامس. الكلام ده مهم جدا جدا، لان لاحظت ان في ناس بتوصل للتهور من الادويه ومن العلاج، ان هي بتدي حاجات قد تؤثر على الجهاز الهضمي، قد تؤثر على صحه الطفل، على الكلى، على شويه حاجات في جسمه، مع ان الحراره دي كانت هتاخد يومين ثلاثه وتستقر يعني. يبقى احنا في اول 5 ايام من وجود اي حراره مفيش اي مشكله خالص ان انا ادي العلاج وتطلع وتنزل وتعلى ومش هيحصل منها اي مشاكل. طب اعمل ايه؟ بدي مجموعه الباراستامول، بارامول، سيتال، ابيمول، المجموعه دي مع مجموعه الايبوبروفين اللي هو ممكن يبقى البروفين او الكونتافيفر او الميجافين او المجموعه. ما بنحبش مجموعه الديكلوفينات اللي هي الكاتافلاي او الدولفين او البيبي ريليف او الحاجات دي تقيله شويه ومش بنحبها خالص، مع ان هي ساعات بتنزل الحراره. لكن برضو حتى لما بتنزل الحراره في نطاق ال5 ايام برضو الحراره بترجع تاني توصل 40. يبقى مش معنى انها بترجع تاني ان انا اقعد ادي ادويه كتير على الفاضي. انا بعمل كمادات وبدي مخفضات وبسيب الطفل حتى لو سخن شويه ما يحصلش حاجه. الكلام ده مهم لان احيانا الاجريسيف تريتمنت اللي هو العنف في العلاج من الاب والام او من بعض الزملاء بتبقى العمليه مؤثره سلبيا جدا على جسم الاطفال، وفي الاخر برضو الحراره تفضل معاك لمده 5 ايام. الف سلامه لحضراتكم واطفالكم، وتمنياتي بالصحه والعافيه للجميع.